تعمل سوى جسور هنا أو أنفاق هناك، وهم يتجاهلون عمدا رغم التوضيحات، رغم الأرقام، رغم الصور، رغم الملفات اللي يعرفها كل أبنائكم في مختلف القطاعات، يتجاهلون حجم هائل من هذه المشاريع. المطر صار له يومين يدق بالعراق، ودائما لما ينزل مطر في باقي الدول تصير المناظر خلابه والجو يتبدل، واخيرا تقدرون تطلعون الطلعه اللي كنتوا تخططوا لها من سنتين انت وجماعتك. بس هاي ترى بالدول اللي برا، لان المطر عندنا بالعراق غير. اول ما مطرت الدنيا الشوارع غرقت، الكهرباء انفجرت، السيارات عطلت، يعني من قد ما شربت ماي. اللي يطب للعراق ويشوف الوضع اول شيء راح يجي بباله انه تسونامي ضرب العراق. وفي ظل كل هذه الاحداث الحكومة بعدها مستمرة في بناء الجسور، لا تقل لي بنى تحتية ولا صرف صحي ولا تصليح سلك المجاري، الجسر هو ملك الساحل. وصراحة هسه يلا عرفت المغزى من ترك كل هاي العوامل وتسليط الضوء على بناء الجسور، حتى من تمطر الدنيا وتغرق العالم تصعد على الجسور وبهيج ما راح يلوحك المي. لا حد يطلع لي من التعليقات ويقول انت قاعد تسقط ببلدك لان راح لعب النعال على راسه. وحداء التركي موجود.